اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم، عاملين ايه؟ اخباركم؟ النهارده المحاضرة الرابعة من كورس اساسيات البرمجة بلغة بايثون. تعالوا نفتكر كده، اخدنا ايه المرة اللي فاتت؟ احنا اخدنا ازاي نعمل سطر جديد بالباك سلاش ان. قلنا الباك سلاش ان هو اختصار لنيو لاين. طيب اخدنا كمان شرحنا الاندنتيشن، وقلنا ان بايثون حساسة في المسافات البادئة او الاندنتيشن، وهتعرف ليه بالمناسبة النهاردة، لاننا هنخش في حاجة جديدة وهي ال if وال else. اتكلمنا كمان عن ال str function وال int function وال float function اللي هما بيحولوا ايه القيم عندي للقيمة اللي انا عايزها. واخدنا الانبوت واخدنا امثلة كتير قوي عليهم، والمفروض ان كان فيه homework، وان شاء الله تكون حليته، تكون ما بتضحكش على نفسك، تكون شغال وبتطبق معايا واحدة واحدة. طيب أول مشروع كان عندي كان في الهوم ورك. المفروض إن أنا كنت باخد من المستخدم هو اتولد في سنة كام، وأطرح من 2024، أطرحه من 2024 وأقول له أنت عندك كام سنة. طيب تعالوا نشتغل سوا. أول حاجة أنا هاخد منه السنة اللي اتولد فيها، فأقول مثلا اليوزر age، أو عشان نكون واضحين فاليوزر year. هحولها لإنت وأعمل الإنبوت، وأجي أقول له هنا what year were you born. جميل. طيب المفروض تاني حاجة أعملها إيه؟ دلوقتي أنا عارف إن أنا هطرح اليير اللي هو عطاهاني من 2024، فإحنا نعمل متغير ونسميه اليوزر مثلا age، وأعمل هنا 2024 ناقص كام؟ ناقص اليوزر year. عشان كده احنا هنعمل هنا عملية حسابية اللي هي الطرح، فأخدنا هنا الانت عشان احنا عارفين، وقلنا أي حاجة بترجع من الانبوت بتكون str. طيب بعد كده هعمل print وهقول له your age is، واخد السبيس بتاعتي واعمل البلس، وهقول له هنا اليوزر age. في هنا خطأ، أول ما أشغل هقف 3 ثواني تفكر إيه هو الخطأ. طيب الخطأ اللي عندي هنا إن أنا لو جيت شغلت فهيقول لي هنا type error، عشان اليوزر age هنا هتكون عبارة عن int. لو جيت وقفت عليها فهو بيقول لي إن هي variable والقيمة اللي جواها int، فإحنا عرفنا إن إحنا بنحولها ل str. طيب تعالوا نجرب. لقيته هنا بيقول لي السنة اللي اتولدت فيها، فهقول له مثلا 2002، فهيقول لي your age is 22. طيب لو حبينا مثلا ان انا اقول له هنا اكمل هنا واقول له مثلا ايه years old، ممكن ان انا اعمل ده عشان تكون الجملة كاملة. حطيت بالغلط هنا الدوت فهو مديني error. فتعالوا نشغل تاني، اقول له هنا 2001، فهيقول لي ان انت الايج بتاعك 23 years old. طبعا ما ننساش نحط السبيس. طيب دي كانت اول حاجة عندنا. تاني حاجة كانت ايه؟ كانت ان انا باخد السن بتاع المستخدم واطرح السن ده من 100، واقول له انت هتكمل 100 سنة بعد كام سنة. طيب يبقى انا دلوقتي محتاج ان انا اخد الايج بتاعه، اعمل متغير اسمه ايج وهحوله لانت عشان هعمل عملية حسابية. لازم تكون عارف امتى هتحول وامتى هتسيبه زي ما هو. فهقول له هنا enter your age. جميل. وبعد كده انا عارف ان انا هطرح الايج بتاعه من 100، فهعمل متغير هسميه مثلا years left. جميل. فهقول له هنا 100 ماينس الايج بتاعه وبس. والمفروض ان انا فاضل البرنت. تعالوا مثلا ندخل باك سلاش ان عشان مدخلناهاش، واقول له هنا you will turn 100 years old in. جميل. وهعمل سبيس واطلع احط له ال years left، بس منساش احول لي str. جميل. ممكن طبعا اكمل هنا واعمل له البلس واقول له years لو حابب، وبرضه منساش احط السبيس. طيب دلوقتي الكود هيعمل ايه؟ هنا هاخد منه الايج، هاخد من المستخدم الايج، هيجي هنا في المتغير دوت فهيطرح 100 ناقص الايج، وهيقول له انت هتكمل 100 سنة بعد كام سنة. طيب هنا بيقول لي الايج بتاعي، فهقول له
30 فيقول لي you will turn 100 years old in 70 years. أنا هكمل 100 سنة بعد 70 سنة. طيب كده نكون خلصنا الهومورك. تعالوا نشوف هناخد ايه النهاردة. طيب النهاردة هنتعلم أول حاجة الأوبريتورز، بعد كده هنخش في ال if وال else. طيب هنبدأ بالأوبريتورز اللي هي العمليات الحسابية الجميلة الظريفة بتاعتنا، الاديشن والسبتراكشن والمالتيبليكيشن والديفيجن والموديولس والفلور ديفيجن. هناخد كل واحدة وهنعمل عليها مثال أو اتنين. عندنا أول حاجة الاديشن، الجمع بتاعنا الجميل. لو جيت قلت له دلوقتي 5 زائد 7 فهيديني 12. لو جيت عملت له 200 مثلا زائد 70 هيديني 270. لو جيت عملت له أيا يكن مثلا قلت له 2.5 جمع 6 فهيديني 8.5. جميل. فدي عمليات الجمع بتاعتنا. لو جينا شغلنا هنا فهيديني ال 12 وال 270 و8 نص، ما عنديش اي مشكلة. بعد كده هنخش في ال subtraction طرح. لو جيت قلت له هنا print مثلا 1000 ناقص 400 فهيديني 600. لو جيت قلت له مثلا هنا print، لو جيت قلت له 500 مثلا ناقص 600 فهيديني -100. لو جيت قلت له print ورحت عامل مثلا 800 ناقص 100. حاجات سهلة جدا. حلو، أنا بس بعرفكم الأوبريتورز اللي في لغة بايثون، كلهم سهلين وكلهم تمام. كده خلصنا ال subtraction. جميل. طيب هنخش على المالتيبليكيشن، الضرب. هنقول له مثلا 7 في 8. هنا الضرب بيكون بعلامة النجمة. جميل. هقول له مثلا هنا print 6 في 4 أيا يكن. نيجي نشغل الدنيا تمام عندي. بعد كده عندنا بعد المالتيبليكيشن عندنا الديفيجن، القسمة. ممكن مثلا نعمل print ومثلا 8 والفورورد سلاش. عندنا المالتيبليكيشن الضرب بيكون علامة النجمة، والقسمة الديفيجن بتكون الفورورد سلاش. جميل. نيجي نعمل هنا بعد 8 على 2 4 طبعا. بعد كده ممكن نعمل مثلا 200 على 4 فيها 50. ممكن نعمل print 200 على 3 يطلع لي رقم 10. فكله زي الفل. طبعا هنا الأرقام على القسمة بيطلع لي float number. طب أنا دلوقتي لو حد قال لي أنا عايز الرقم يطلع لي int، عدد صحيح. احنا اتعلمنا لو عايز أتحول لint هاجي أعمل هنا الفانكشن اسمها int ونحط العملية الحسابية جوه الint فيطلع لي بس 66. جميل. عندنا بعد كده الموديولس، الباقي القسمة. دي حاجة من الحاجات الظريفة والجميلة جدا. الموديولس هي باقي القسمة. يعني مثلا لو قلنا 8 بعد كده عملنا البرسنتج، العلامة بتاعتها البرسنتج 8 على 2. جميل. فالناتج اللي هيطلع لي هو 0. حد يقول لي ليه 0؟ هقول له دلوقتي 8 على 2 فيها كام؟ فيها الأربعة. طيب في باقي اسمه؟ لا، هو الأربعة رقم صحيح، 8 على 2 هيطلع لي رقم صحيح، باقي الاسم مفيش يبقى 0. طيب لو جيت عملت مثلا 11 برسنتج، سوري، برسنتج 2 ف 11 على 2 فيها الكام؟ فيها ال5.5. بس ده رقم مش صحيح. طب باقي الاسم هيكون كام؟ هيكون 1. تعالوا نشوف. فطلع لي 0 بعديها 1. لو حد عايز مثال كمان عشان لو مش مستوعب فكرة الموديولس باقي القسمة، فهنقول مثلا 22 موديولس مثلا 4. حلو. فهو هيجي يقسم هنا ال22 على 4. لو هي رقم صحيح فهيطلع لي إن الناتج أو باقي القسمة 0. طب هي دلوقتي ال22 مش هتقبل القسمة على 4 فهيطلع لي 2. بعد كده عندنا هنكتب دي بس. بعد كده عندنا الفلور ديفيجن. فلور ديفيجن هو الرقم الصحيح من القسمة. يعني لو جيت دلوقتي قلت له ال11 الفلور ديفيجن بتكون عبارة عن الفورورد سلاش مرتين، القسمة مرتين. قلت له دلوقتي 11 على 2. ال11 على 2 فيها كام؟ فيها ال5.5. طيب أنا لو جيت شغلت هو هيطلع لي رقم 5 بس. جميل. تعالوا نشغل. هيطلع لي ال5 بس لأن أنا عايز العدد الصحيح من القسمة.
lower division يعني العدد الصحيح من القسمة. تعالوا ناخد كمان مثال، ممكن مثلا 50 lower division على الأربعة، لو جينا شغلنا فهيطلع لي 12، وهي المفروض إن هي 12 ونص، بس هو بيطلع لي الرقم الصحيح من القسمة. طيب كده نكون احنا خدنا الاوبريتورز اللي في بايثون، العمليات الحسابية. عندنا شوية اوبريتورز كمان بنستخدمها، مثلا شبه الايكوال والايكوال ايكوال والاكبر من والاصغر من. تعالوا برضو ايه هنشوفهم. طيب احنا عندنا اول حاجة هتكون الايكوال. طيب الايكوال مثلا لما جينا عملنا متغير فبنسميه ايكوال، مثلا نحط فيه رقم. هنا الايكوال واحدة لان هيبقى بعد كده في ايكوال ايكوال. جميل. طيب الايكوال واحدة ديت معناها ايه؟ معناها ان القيمة دي محفوظة في المتغير ده او الاكس ده. مش معناها ان الاكس هي بتساوي ال55، لا، هو ال55 جوه الاكس، يعني الاكس جواه القيمة بتاعة ال55. جميل، دي الايكوال. طيب الايكوال ايكوال يعني جيت مثلا دلوقتي لو انا جيت عملت له مثلا print ورحت جيت قلت له ان الخمسة ايكوال 5. جميل، هو اصلا مطلع لي ايرور من غير اي حاجة. طب لو جيت حطيت ايكوال كمان فما عندوش اي مشكلة. فانا هنا هيعتبر ان ده سؤال، الخمسة ايكوال 5، هل الخمسة تساوي الخمسة؟ ايكوال ايكوال في بايثون معناها تساوي. جميل، فلو جيت شغلت فهيقول لي true ان الخمسة بتساوي الخمسة. انما لو سبت الايكوال واحدة وجيت شغلت فهيطلع لي syntax error. فلو عايزين نقول ان هو يساوي فهنقول equal equal. طيب ممكن مثلا ان انا اقول الاكس، احنا عندنا الاكس، تعالوا مثلا نعمل الواي واقول مثلا هنا كمان 55. لو جيت مثلا قلت له هنا الاكس، جميل، والواي دي معناها هل الاكس equal تساوي الواي؟ هل الاكس تساوي الواي؟ فاحنا قلنا ان equal واحدة هنا في المتغير معناها ان الفاريبل ده جواه القيمة الاكس، بتقول له ان خلي جواك القيمة اللي هي 55. طب الايكوال ايكوال معناها ايه؟ معناها ان يساوي، هل ده يساوي ده؟ جميل، او ده يساوي ده. فايكوال واحدة معناها ان الفاريبل ده جواه القيمة دي. جميل، انما ايكوال ايكوال هي اللي معناها يساوي. واحدة واحدة هتتعود عليها، هيكون عندك الموضوع مفهوش اي مشكلة. طيب عندنا ال not equal اللي هي بتكون علامة التعجب واللي يساوي. جميل، not equal. طيب لو جيت مثلا قلت له هنا ال not equal، فأنا هنا بقول له هل الإكس لا تساوي الواي؟ فطبعا هيطلع لي false لأن هما بيساووا بعض. الإيكوال والإيكوال إيكوال والنوت إيكوال والأكبر من والأصغر من، دول هنستخدمهم كتير في ال if condition اللي هنشرحها كمان شوية. طيب عندنا كمان الأكبر من والأصغر من، ال greater than وال less than. طب لو جيت عملت له هنا print وجيت قلت له هل الإكس أكبر من الواي؟ حلو، فيطلع لي طبعا false عشان الكلام ده خطأ لأن الاتنين متساويين. طب لو جيت مثلا قلت له إنه أكبر من أو يساوي فهيطلع لي true لأن هي فعلا تساوي. طيب لو جيت عملت نفس الموضوع الإكس، جميل، بس أصغر من الواي، فلو جيت شغلت فهيقول لي false لأنها اللي هما الاتنين بيساوي بعض. طب لو قلت له أصغر من أو يساوي فهيقول لي true. طيب لو غيرت مثلا قيمة من دول وخليت مثلا دي 50 وجيت دلوقتي شلت ال equal، فهو هنا ال x not equal أو لا تساوي ال y، فهنا هيطلع لي true لأنهم مش بيساوي بعض. طب هل ال x أكبر من ال y؟ هيطلع لي true. طب ال x أصغر من ال y؟ هيطلع لي false. يبقى true true false true true false. تمام جدا. طيب كده احنا خدنا ال equal وفرقنا بينها وبين ال equal equal، وخدنا ال not equal، وخدنا greater than أكبر من و less than أصغر من، وأكبر أو يساوي أو أصغر أو يساوي. دي الأوبريتورز اللي هنستخدمها كتير والمهمة جدا. طبعا في حاجات تاني شبه and و or وحاجات تاني، بس مع الوقت هناخدهم وهنشتغل بيهم. طيب هنخش على ال if condition. طيب النهاردة هناخد ايه؟ النهاردة هنبدأ ناخد ال if وال else. طيب فاكرين في المحاضرة الأولى، محاضرة المفاهيم، لما اتكلمنا عن ال if وال else وقلنا إن ال if وال else
قلنا إن أنا أقدر إن أنا أتحكم في الكود أو الscript بتاعي من خلال الIf والelse، إن أنا باعمل if وأحط شرط، لو الشرط ده اتحقق اعمل الحاجة الفلانية، لو ما اتحققش يا ما تعملش خالص يا اعمل الحاجة دي. وقلنا ساعتها إن الكمبيوتر يقدر هو كمان زينا ياخد قرارات ويغير مجرى الكود أو السكريبت بتاعي. طيب تعالى ناخد السينتاكس بتاع if ونتعود عليه، وناخد أكتر من مشروع عشان الموضوع يثبت. أول حاجة احنا بنكتب if، بعد كده في الحتة اللي هنا دي بعد ال if على طول بنحط الشرط بتاعي. جميل. طيب تعالوا نعمل حاجة صغيرة عشان توضح لنا. هعمل مثلا هنا ال age، وهاخد مثلا من هاخد من المستخدم سنه، فأقول له هنا enter your age. جميل. طيب أنا عايز أعمل حاجة إن هو لو أكبر أو يساوي 18 هو you can vote. طيب else you can't vote. طيب أنا أول حاجة بعمل الإف، بعد كده بحط الشرط بتاعي. الشرط اللي هو إيه؟ لو الإيج اللي هو اداهوني ده أكبر أو يساوي 18، جميل، هقول له print you can vote. جميل. else هقول له ايه؟ print you can't vote. طيب ده كده الشكل بتاعي، او if بتتكتب السنتاكس بتاعها الif، بعد كده الشرط، بعد كده بننزل نكتب هنا الحاجة اللي عايزني اعملها. طيب انتوا واخدين بالكم ان اول حاجة هنا الكولون السنتاكس، او ده السنتاكس دي المفرد، او ده الاف. لو فاكرين لما اتكلمنا عن السنتاكس الاف، بعد كده بكتب الشرط بتاعي. طب ايه الجرامر؟ الكولون، ان انا بعد الشرط بتاعي احط الكولون، ده معناه ان انا خلصت الشرط بتاعي. طيب بعد الكولون بتاخد بالك اول ما تدوس انتر تنزل سطر جديد، فهو بياخد مسافة، بعد كده بيكتب الكود. زي ما اتكلمنا لو فاكرين عن الاندنتيشن، وان بايثون حساسة في الاندنتيشن بسبب ده الاندنتيشن الصحيح في بايثون. الاندنتيشن اللي معمول هنا عشان تكون عارف ان انت لو جيت عملت هنا الاف اللي تحت الاف هنا بعد الاندنتيشن ده تبع الاف، حتى لو جيت هنا هتلاقي فيه دوت، فتعمل كليك بتاع الكولابس هتلاقي ان هي اتقفلت جواها. وهنا برضو نفس الكلام في الالس، اللي جوه او اللي بعد الاندنتيشن ده جوه الاف. يعني اي حاجة بره، لو جيت مثلا كتبت اي حاجة وجيت عملت الكولابس فمش هتكون معاهم، لانها هتكون بره الاندنتيشن، فبالتالي هتكون بره الكود بتاع اف. يعني ده على بعضه كده كود بلوك بيتنفذ سوا. طيب احنا عشان نرسخ الموضوع تاني وعشان تتعود على السنتاكس، فانا اللي بعمله ان انا بكتب الاف. جميل. بعد كده بحط الشرط بتاعي. جميل. بعد ما اخلص الشرط بعمل الكولون وانزل انتر، هو بيعمل الاندنتيشن لوحده. طب لو هو ما عملهوش بدوس على التاب، او ان انا اعمل السبيس. جميل. طيب بعد كده هقول له البرنت، هقول له هنا you can vote. طيب هنزل اطلع من هنا الelse بتكون على نفس المحاذاة بتاعة الاف، فهاجي اعمل الelse، والelse بعدها ما بيتحط الشرط، بيتحط الكولون. طيب بعد كده اقدر ان انا اعمل البرنت التاني واقول له هنا you can't vote. جميل. طيب تعالوا نشغل كده ونشوف ايه اللي هيحصل. دلوقتي انا هاخد السن بتاعه، فهقول له مثلا 17، فهيقول لي you can't vote عشان هو اقل من ال 18. طيب تعالوا نشغل تاني، هيقول لي enter your age، هقول له مثلا 23، هيقول لي you can vote. كويس جدا. دلوقتي احنا عايزين نعمل اكتر من مشروع عشان نتعود على السنتاكس وفكرة الاندنتيشن. انت ممكن في الاول تنسى او متاخدش بالك، بس بعد كده هتتعود. طيب انا هاخد مشروع صغير هياخد مني temperature درجة الحرارة. جميل. هياخد مني درجة الحرارة، وانا هعمل الاف والelse بتوعي. الشرط ان لو درجة الحرارة دي اكبر من 30 فهيقول لي it's hot، ان المكان حر يعني. else هيقول لي the weather is nice. طيب يلا بينا نعملها سوا. فهاجي هنا هعمل متغير ال temperature. جميل. وهاجي اخده هنا int لانه هيكون انا محتاجه رقم. والinput فاقول له هنا enter enter
ده temperature أو درجة الحرارة. جميل. بعد كده أنا هعمل ال F بتاعتي، هقول لو ال temperature ده أكبر من ال30 مثلا، فهعمل له هنا print وهقول له it's hot outside مثلا. جميل. طيب else هقول له print the weather is nice. طيب تعالوا نشغل ونشوف. هيقول لي هنا ال temperature كام، فهقول له مثلا 31، فيقول لي it's hot outside. طيب تعالوا نشغل تاني. يقول لي كام، فهقول له مثلا 5، فيقول لي the weather is nice. هاي كويس جدا. طب أنا عايز أشرح لك هنا برضو عشان تاخد بالك من ال indentation. جميل. إن الاندنتيشن، او لما تيجي مثلا عملنا الاف وعملنا الاندنتيشن بعد كده حطينا الحاجة اللي هو هيعملها لو الشرط اتحقق، فاحنا الاندنتيشن هنا بتبين لنا ان الكود ده كله مع بعضه، ان ده كده على بعض كود بلوك، ده كده على بعضه. جميل. انما لو على نفس المحاذاة فهو اصلا هيجيب لي error لان هنا مفيش شرط. ولو جيت شغلت فهيجي يقول لي indentation error عشان هنا في ال F. جميل. جميل. فاحنا لازم نتعود نعمل ال indentation. ما تيجي تدوس enter بعد الكولون هو بينزل، لو ما نزلش فانت تقدر ان انت تدوس tab فهيعمل لك ال indentation، او ان انت تاخد space لحد ما تعمل ال indentation وتكتب الأكواد كلها في كود بلوك سوا. تمام. واحدة واحدة هتتعود على الاندنتيشن، مش هيكون الموضوع صعب معاك. طيب هنعمل مشروع كمان بياخد مني رقم وبيعمل عملية حسابية صغيرة بيعرفني إن الرقم دوت زوجي ولا فردي، even or odd. طيب تعالوا نعمله سوا. مثلا هسمي المتغير num واخده int، هحول الانبوت اللي جاي لint واقول له مثلا enter a num مثلا. جميل. طيب ايه الشرط بتاعي؟ if النم ده percentage 2 equal 0. حلو. حطيت الكولون، نزلت عملت الاندنتيشن، فاقول له هنا print the number is even يعني زوجي. طبعا هشرح لك العملية الحسابية دي وهشرح لك equal وهشرح لك كل ده. طيب else هعمل له هنا print وهقول له the num is odd. طيب دلوقتي انا خدت من المستخدم الرقم. جميل. الشرط بتاعي انا بقول له لو الرقم ده باقي الاسم بتاعته البرسنتج، لما تيجي مثلا انت عندنا الفورورد سلاش صح. تعالوا هنا كده نعمل كومنت، وعندنا الفورورد سلاش ده اللي هو الديفيجن اللي هو الاسم. طيب عندنا حاجة تاني اللي هي البرسنتج، دي بتجيب لي باقي الاسم. يعني مثلا لو انا جيت قسمت رقم، مثلا قسمت 5 على 2 ففيها 2.5. حلو. طب البرسنتج او باقي القسمة، فالمفروض ان هو دلوقتي هتكون باقي القسمة اللي هي ال5. حلو. دي حاجات رياضية خدناها زمان. فباقي القسمة هو الرقم اللي بعد الفاصلة. حلو. فالشرط بتاعي بيقول له لو الرقم اللي اديتهولك باقي القسمة بتاعته على الاتنين equal 0. حلو. فساعتها الرقم ده هيكون زوجي. جميل. طيب إلا هيكون الرقم ده فردي. طيب تعالى كده نشغل. فأنا هاجي هنا أقول له مثلا الرقم 6، فيقول لي إن هو even الرقم ده زوجي. لما يجي يحط هنا ال6 percentage الاتنين، لما يجي ياخد باقي الاسم على الاتنين هيلاقي إن مفيش أصلا رقم عشري بعديها، فساعتها الرقم ده هيكون زوجي. إن أنا آخد الرقم واخد باقي القسمة بتاعته على الاتنين، فساعتها مش هيكون اصلا في رقم عشري، لان انا بقول له هنا يساوي الصفر يعني مش موجود، فساعتها هيكون الرقم ده زوجي. طب تعالى نشغل تاني ونكتب مثلا ال5، فلما يجي ياخد ال5 هيشوف باقي القسمة بتاعتها على الاتنين بتساوي صفر. لأ، هو 5 على الاتنين هتساوي كام؟ 2.5. فهو هل باقي القسمة تساوي صفر؟ باقي القسمة اللي قلنا الرقم اللي بعد الفاصلة، فهيلاقي لأ إن في
في نص، فهيجي يقول لي هنا ان هو odd. طيب عشان الموضوع برضو يثبت معاك اكتر، تعال نحط مثلا رقم 12، فهيقول لي ان هو even عدد زوجي. هو هياخد ال 12 ويشوف باقي القسمة بتاعتها على الاتنين. جميل. باقي القسمة بتاعتها على الاتنين بتساوي صفر، عشان لو جيت قسمت 12 على الاتنين فهيديني 6. هل باقي القسمة يساوي صفر؟ أيوة، لأن ال 12 لما أجي أقسم فهتكون المفروض إن هي 6.0. فهل باقي القسمة بيساوي صفر؟ أيوة بيساوي صفر، لأن مفيش رقم صحيح أو رقم بعد الفاصلة. تعال نجرب مرة كمان ونحط مثلا رقم 17، هيقول لي إن هو odd. لما أجي أقسم ال17 أو إن أنا أحط ال17 وأشوف باقي القسمة بتاعته على الاتنين بتساوي صفر؟ لأ، مش بتساوي صفر، عشان باقي القسمة بتاعتها هتكون 8.5. فهيجي دلوقتي لما يجي يتحقق من الشرط ده فيلاقي إن هو باقي القسمة على الاتنين إن هي مش هتساوي صفر، فهتساوي نص. فساعتها هيكون الرقم ده فردي. أتمنى تكون ثبتت معاك وفهمتها كويس. عايزك تعمل انت المشروع دوت بإيدك. هيكون عبارة عن ان انت هتاخد من المستخدم الماركس بتاعته، الدرجات بتاعته. جميل. وتعمل if condition، لو الدرجات بتاعته دي أكبر أو تساوي 50 هقول له you based the exam، أنت عديت من الامتحان. طب else هقول له you failed. جميل. ممكن أقول له good luck أو أقول له أي حاجة. المهم دلوقتي إن أنا هاخد من المستخدم الدرجات بتاعته. بعد كده أعمل ال if condition بتاعتي if الدرجات دي أكبر من أو تساوي 50. جميل. هقول له you based the exam. لو else لو لأ فأقول له you failed. جميل. ما تنساش أكبر من أو تساوي معناها إيه. جميل، لسه واخدينها في الأوبريتورز. ما تنساش الكولون، ما تنساش الاندنتيشن. جميل. هوقف من عندي 5 ثواني وأنت وقف واعمل المشروع وتعالى. طيب أتمنى نكون حليت، وبرضه ما تضحكش على نفسك عشان لازم تطبق كتير وتتعود على السينتاكس وكل الكلام ده. طيب أول حاجة احنا عايزين ناخد الدرجات، فمثلا هسميها مارك أو ماركس، الدرجات بتاعته، وأخدها تكون int، وهقول له الانبوت، ومثلا هقول له مسج، أقول له enter your marks. جميل. وهاجي أعمل ال if condition بتاعتي، هقول له if الماركس دي أكبر من أو تساوي كام؟ 50. منساش الكولون وأنزل بالاندنتيشن. لو ما عملتش اندنتيشن أنا بدوس تاب. هاجي أقول له هنا print. طيب هو لو أكبر أو يساوي 50 هقول له إيه؟ هقول له you based the exam. جميل. طيب إلا لو أو else فهقول له هنا you failed. جميل. تعالوا نجرب. هو بيقول لي درجاتك كام، فهقول له مثلا 49. فقال لي هنا you failed. لو شغلت تاني ورحت قلت له 50 فيقول لي you based the exam. لو شغلت تاني ورحت قلت له 51 فيقول لي you based the exam. بس لو خدتوا بالكم ان انا بكتب رقم صحيح وانا واخد منه الرقم صحيح. هو لو درجاته مثلا float number، فانا الصح ان انا اعمل دي float. جميل. احنا بس عشان بنتدرب سوا فتمام، انما انت لو بتعمل مشروع حقيقي او كده فانت لازم تاخد بالك ان لو في رقم ممكن يتاخد float number يبقى انت لازم تحوله float number. لو جيت انا مثلا انا قلت له 55.4 فمش هيبقى عندي اي مشكلة. لو جيت شغلت ودخلت له رقم انت فبرضه ما عندوش اي مشكلة. طيب طبعا احنا لسه مخلصناش الاف والelse. لسه عندنا ان احنا ممكن نعمل if والf وelse. جميل. دول هناخدهم المحاضرة الجاية. وعندنا كمان حاجة اسمها nested if، دي برضو هتكون المحاضرة الجاية إن شاء الله. طيب أنت عندك دلوقتي 2 homework عايزك تعملهم. الأولاني إن أنت هتاخد ال temperature. جميل. هتقول له إن أنت تدخل درجة الحرارة، ولو درجة الحرارة دي أقل من صفر فأقول له مثلا it's freezing، أو اللي هو الدنيا متلجة. جميل. freeze. else فأقول له it's a warm، للمكان دافئ يعني. تاني مشروع هاخد الاسم بتاع المستخدم. جميل. وهعمل تشيك لعدد حروف اسمه. لو عدد حروف اسمه أصغر من 5 فأقول له your name is short. لو أكبر من 5 اللي هي else فأقول له your name is long. طيب أنت عندك هنا مشكلة.
إن أنت إزاي تجيب عدد الحروف دي. فالهوم ورك هنا إن أنت تدور على الفانكشن اللي تخليك تقدر تشوف عدد الحروف بتاعت كلمة معينة. لازم تتعلم وتتعود على السيرش عشان دي أفضل وأهم مهارة عند أي مبرمج. جميل. مش هتاخد منك دقيقتين على بعض لو دخلت بحثت في جوجل، جميل، عربي أو إنجليزي، هتلاقي كل المصادر. والمرة الجاية كده كده هنحل الاتنين دول سوا. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.